السلام عليكم ورحمة الله، وإن شاء الله تكونوا بخير. اليوم إن شاء الله راح نتكلموا على فكرة تردد على مسامعنا مرارا وتكرارا، ألا وهي أن التمسك بالإسلام والتمسك بالسنة النبوية هما سبب تخلفنا. هذا الكلام نسمعوه كثيرا وكثيرا، وكأننا وهاد المخادعين يحاولوا يصوروا للمسلمين أنه من شدة تمسكنا بالإسلام والسنة تخلفنا، والعكس صحيح. نحن نرى اليوم وللأسف الشديد حتى نكون صرحاء فيما بيننا، أين هو التمسك بالإسلام الصحيح وبالسنة النبوية؟ أين هو؟ هل تراه فعلا؟ هل شخصيا أنت ولا أنا نتكلم عن نفسي، هل فعلا أنا راني متمسك بديني جيدا وبسنة نبي عليه الصلاة والسلام جيدا؟ لكي أجيبكم وأكون صريح معكم، لا. إذن أين هو التمسك الصحيح بالإسلام كما تدعون أيها الكذبة؟ هذوك الكذبة والمنافقين اللي يخرجوا علينا يوميا ويقول لك أنه سبب تخلفنا هو تمسكنا بالإسلام. حتى هذيك شوية تاع الإيمان اللي قعدنا وهذاك الإيمان اللي قعدنا وحبوا يزيدوا ينحيوه لنا. شوفوا كيفاش يتمسخروا بالمسلمين. أطلب من كل أخ وأخت أن يقوموا بطرح بعض الأسئلة على أنفسهم. والحاجة الثانية ربطوا هذا الشيء بالتطور التكنولوجي. قال لك هم تطوروا ودرجة العلم عندهم لحقت لدرجة لا يمكن للإنسان تصورها، ومنها افتعال الزنازل. عن طريق ماذا؟ عن طريق مشروع هارب السري. وكما قلنا سابقا يدعون أنه مشروع سري، ولكن الجميع يعرفه. ولو كان فعلا سريا كما تزعمون لما تكلم عنه الأطفال في الانترنت. رانا نشوفوا حتى أطفال صغار مراهقين ما يعرفوا والو يتكلم لك على الماسونية ومشروع هارب السري. لو كان فعلا سريا لما سمع به أحد. ولو فعلا كنت تريد أن تبحث عن الحقيقة فعليك بالبحث والمطالعة وليس بمشاهدة الفيديوهات، لأنهم هم الذين صمموا تلك الفيديوهات، وهم الذين أمطرونا بها في 2007 2008 عن طريق سلسلة القادمون والمسيح الدجال، عن طريق سلسلة أرماجيدون، عن طريق سلسلة جمرة، عن طريق سلسلة عصر الاستيقاظ وغيرها وغيرها. كل هذا الشيء كان متعمد لبرمجتك حتى لحقوا اليوم الناس والكثير من الأشخاص يعتقدون أن الزلازل مفتعلة. ولما تتكلم معه جوابه يقول، فمثلا في الزلزال اللي ضرب مؤخرا يقول لك مراكش ليست منطقة زلزالية. كيفاش ضرب فيها الزلزال؟ سبحان الله، هذا الإنسان راهو يشكك في قدرة الله عز وجل والعياذ بالله بدون علمه. ما راناش نقولوا بلي راهو يتعمد حتى لا نتهم أحد، ولكنك بدون علمك يا أخي ويا أختي راك تشكك في قدرة الله عز وجل. ربي سبحانه الزلزلة ما تضربش إلا في المناطق اللي اكتشف الإنسان أنها زلزالية. أما المناطق الأخرى فإذا ضرب فيها زلزال فمن المستحيل يضرب فيها زلزال. راك تشكك في قدرة ربي سبحانه. طرح بعض الأسئلة على نفسك، اطرح. ولو نروحوا شويه بعيد، وهذا الكلام ما حبيتش نتكلموا لعده مرات باش ما يجوش البعض يقولوا لنا راكم تتشفى ولا راكم كذا ولا لا ابدا. الناس اللي تعرفني وتعرف المواضيع تاع القناه تاعي يعلمون جيدا اني لا ادخل في المواضيع تاع الفتن. احيانا من حقنا الدفاع عن وطننا، من حقي ندافع على بلادي، من حقي ندافع على امن واستقرار بلادي. انسان ناوي للشر لبلادي ويخطط لي لبلادي. والبعض لما يجوا يتكلموا، لما نتكلموا احنا على المخزن يقول لك وانتم ما راكم تخوضوا في مواضيع تاع فتن. لا ابدا، ما راناش نتكلموا احنا على الشعب، ولا في مره انا على قناتي تطرقت الى الشعب او تكلمت على الشعب. ولكن من حقنا لما يجي السفير تاع المخزن هنا في بلادنا في وهران يقول الجاليه تاعهم، يقول لهم باللي رانا في بلد عدو، شويه راك كبير يا محمد. تسمى ولا انت ماكلاكش قلبك سيده ويقول نحن في بلاد العدو. واش انت معناتها راه مقرينو هكذا اللي بعتوه الجزائر هذوك بلد عدو. غير شوف كيفاش دار لما يجي يهاجمني تاع الكيان هذاك من عندهم، يهاجم الجزائر، يهاجم لي بلادي. واش معناتها؟ ثم انت لما تخرج تدافع على بلادك
وما تدخلش في الفتنه يقول لك ماشي حق عليك. لا ابدا، نعتذر. يعني كما قلت هذا الكلام والله ما كنت حابب نتكلمه، ولكن معليش نتكلموه الان، بما أن الناس الان اصبحوا مدوا القوه للبشر والعياذ بالله وبدون علمهم، والعياذ بالله. راني خايف حتى ننطق هذه الكلمه، شغل كيش نقول يا ربي يغفر لي ولا غلط الاخوه يصلحونا، يعني انني نتكلم تلقائيا فقط، وينحوا القوه والعياذ بالله لله عز وجل. الا تعلمون انه في المناطق هذيك وين ضرب الزلزال، وين كان زلزال قوي، يوجد الضريح تاع شمهاروش. تعلمون هذا ام لا؟ بطبيعه الحال الكثير لا يعلم هذا الشيء. يعني الضريح الوحيد في العالم اللي مديور والعياذ بالله الشمهاروش يوجد التم. علاش ما نطرحوش بعض الاسئله على انفسنا؟ راكم شايفين كيفاش ولا الوجه يحوسوا. يعني بعد ما كنا سابقا لما يكون زلزال، لما تكون آية من آيات الله عز وجل، نسرع إلى المساجد، نسرع إلى التوبة، نسرع إلى التضرع إلى الله عز وجل. وهذه هي الفطرة تاع الإنسان، هذه هي الفطرة تاعنا. حتى الملحد ولا كطيح به طيارة ولا كدا يقول أو ماي جاد أو مون ديو يا ربي، هذه هي فطرة الإنسان. خلق الانسان، ربي خلقنا ضعفاء، لازم لنا حاجه نشدوا فيها، اذا لازم تشد في الله عز وجل. اما الان رجعوا الناس تشد في التكنولوجيا، يعني ولات كضرب زنزله الناس، ماشي جميعا والحمد لله، ولكن فئه معتبره ما يتوبوش لربي ولا يندموا على واش داروا. لا يقول لك هذا زلزال مفتعل سوف اقوم ببحث، ويدخل يحوس على الفيديوهات. سلاح الهرب السري هو الذي كان من وراء الزلزال هذا. وعلاش خويا؟ اجبنا لانه هذيك المنطقه ليست زلزاليه. قدم لنا الدليل. هل يوجد دليل على صحه كلامك؟ لا يوجد دليل. كاين نظريه، كاين العلم، كاين الغرب. يعني راكم تعظموا من الغرب بدون علمكم. همش راكم ديروا، وراكم طيحوا في فخ هذوك الكذبه اللي يشكوا في الاسلام ويشكوا في السنه النبويه، ويدعون ويستهزئون بالسنه النبويه ويسموها الكناش، ولا يصدقون الكثير من الاحاديث. يعني يصدقوا الاحاديث اللي تعجبهم ويرميوا الاحاديث اللي ما تعجبهمش. راكم طيحوا في الفخ تاعهم. واش راك صار اليوم؟ اذا ان شاء الله بعض الاخوه والاخوات يراجعوا انفسهم. راجع نفسك. زلزلة آية من آيات الله عز وجل. هذاك البرق الأزرق ظاهرة معروفة، لما تكون زلازل عظيمة يكون هذاك البرق الأزرق ظاهرة معروفة. أبحث، ما تروح تشوف لي فيديو تاع فلان قال ومن بعد خلاص تخرج تقول فهمت كل شيء وتريح تعاود كالببغاء. أبحث حتلقاها بلي ظاهرة معروفة ومنذ قرون، ماشي ظاهرات جديدة. ولكن هما يحاولوا يرغمونا باش نصدقوا هذاك الشيء، باش نولوا نشكوا في الله عز وجل، باش من بعد شنو؟ طريق الإلحاد. قلناها سابقا وبيناها مرارا وتكرارا ومن البروتوكولات وبالأدلة أن المغضوب عليهم يعني القادة تاعهم يعملون على نشر الإلحاد في العالم. ثم لما الإنسان يولي ملحد يولي عبارة عن فراغ تقدر تعمره باش تحب. ثم في نهاية المطاف يحاولون فرض ديانة واحدة على البشرية، على العبيد كما يقولونهم. إذا الحذر، كل حذر. هاونا محايبين يلحقونا. حذر، رد بالك، ما تصدقش مثل هذه الخزعبلات. نعم نحن لا ننكر العنف بطبيعة الحال. راجعوا المواضيع تاع الفيديوهات تاعي تاع قناتي، راكم رايحين تشوفوا بلي نتكلموا علميا، ما كان حتى مشكل. وين راهو المشكل؟ شكون هذا اللي ينكر العلم وهو شايل التليفون في يده؟ ولا تنكر العلم، روح طلع عيش في جبل وحدك، ما تشدليش تليفون في يدك وتنكر لي العلم. ولكن باش يلحق بي الامر نصدق خزعبلات مثل هذه انهم يمكنهم عن طريق موجات الراديو اللي يبعثوها الى اليونوسفير ثم يسخنوا اليونوسفير، ثم هذيك الشحنات يوجهوها اينما شاءوا لافتعال الزلازل. شويه محمد، شبيك شويه؟ عباك شو انت زلزله ولا لا؟ عباك شو انت تزعزع انت الارض ولا لا؟ قنابل نوويه ولست ادري وما يزعزعوش الارض هكذا. كيفاش انت تجي تزعزع لي الارض بالشعاع والاخر يقول لك قضبان تاع التيتانيوم؟ كل واحد واش يحكي حكايه، مجرد نظريات. ونحن نرفع التحدي هنا من قناتنا، نريد دليلا قاطعا على صحه كلامكم، لا نريد نظريات. ما راناش نحوسوا على نظريات، نحن نريد دليل قاطع على صحه كلامكم انه بامكانهم افتعال الزلازل. نريد دليل قاطع.
اما تجيش تقول لي العلم والعلم وانت تنكر العلم، ما تحكي ليش حكايتك هذيك، اعطي لي دليل قاطع. احنا لما تكلمنا مثلا على الكوشولا سيركس، كيفاش نشروا الفيروسات وكيف يتم نشر الفيروسات، قدمنا الكثير من الادله اللي تبين باللي السنه الخامسه اتسال في الكوشولا سيركس ومن مختلف المصادر، والإنسان يمكنه طرح بعض الأسئلة. يعني مع كل تطور تكنولوجي إلا وتظهر معه إنفلونزا جديدة. يعني الأمواج الكهرومغناطيسية تأثر كثيرا على الإنسان وعلى الحيوان وعلى الحشرات، تأثر عليك إذا ينتشروا الفيروسات، لأنه جسم الإنسان بكل بساطة لا يتقبل قوة هذه الأمواج الكهرومغناطيسية. وقدمنا الأدلة، قدمنا الكثير من الأدلة، يعني الإنسان يطرح بعض الأسئلة. أما فيما يخص مشروع حرب السري قدموا لنا أدلة قاطعة على صحة كلامكم. أما باش تجي تعظم لي من شأن الغرب وتستصغرني أنا كمسلم، ثم تدعي أن الإسلام هو سبب تخلفي وأن تمسكي بالسنة النبوية هو سبب تخلفي، فنحن نطرح عليكم السؤال بدورنا: أين هو التمسك القوي بالإسلام والتمسك القوي بالسنة النبوية الذين تتكلمون عنه؟ وين راهو؟ راني قلت لكم هذيك الشوية اللي قعدت لنا وحبوا ينحوها لنا، وين راهو؟ ما راني شايف أنا، ولا شي واحد راهو شايف هكذا يجي يقول لي قال فوالا هاوليك الاسلام وشوف الناس، شوف التعامل تاعهم، شوف كيفاش المساجد ممتلئه في الفجر، وري لي يلا تفضل وري لي. ما كاش. اذا علاش تكذبوا على المسلمين ويتغاضون النظر عن الحقائق التاريخيه؟ الحقائق التاريخيه مثلا اللي تكلمنا عليها، ولما تجي تتكلم يقول لك انت من اتباع ماكرون، انت تهاجم الدوله العثمانيه. وعلاش راني نهاجم الدوله العثمانيه؟ راني قدم في حقائق. لما تم اختراع المطبعه منعت المطبعه ومنع الطبع على المسلمين، وفي المقابل سمح للاقليات من المغضوب عليهم وغيرهم بالطباعه. اذا هذوك الاقليات ولاو مثقفين، وهذا الشيء اللي كنا نشوفوه بكري. تذكروا معي كي كنا صغار. اليوم الحمد لله العلم راه منتشر شويه. تذكروا معي كي كنا صغار كنا دائما نشوف في هذوك الاقليات لي فرونسي اللي بقاو عايشين في الجزائر وكذا، توجور يبانوا مثقفين مقارنه بنا. وعلاش؟ لانه تم تعمد تخلفنا في الوقت وين كان الغرب ينشر الكتب وينشر العلم ويطبعوا اطبع وانشر العلم، اطبع وانشر العلم. احنا منعت الطباعه على المسلمين، وهذا بفتوى بفرمان من عند المفتي تاعهم تاع العثمانيين. هذاك ما كاش، ممنوع. قال لك علاش؟ لانه راح يتحرف الاسلام. وصحيح كان البعض كانوا يعتقدوا بهذا الشيء، حتى لا ننكر هذا باش ما يقولوش انا كذبوا. صحيح البعض كانوا يعتقدوا هذا الشيء، حتى عند الغرب كان هذا الشيء في الاول. ولكن لما نشوفوا لما نهار صرات ثوره وصراو مشاكل كبار وكذايا، داروا فتوى ولاو يطبعوا نورمال. ولكن بعد ماذا؟ بعد قرون من التخلف، بعد ما هما هربوا علينا وحنا تم تعمد تخلفنا. هذه الحقائق التاريخيه علاش ما تتكلموش عليها؟ لماذا يتم تعمد اخفائها؟ ثم تجي تقول لي سبب تخلفنا هو الاسلام، والناس تصدق حتى لحقنا الى ما نحن عليه اليوم. تضرب زنزلة آية من آيات الله عز وجل، اللي في عود ما تروح تجري للجامع تبني. تذكروا معي يعني اللي شفاو الزنزلة تاع 2003، مانيش نتكلم على الدراري صغار مساكن لما يتمسخروا بهم تاع 17 و18 سنة، هذوك نقولوا ربي يهديهم بك مساكن. نحاولوا نساعدوهم، نحاولوا نقدموا لهم النصيحة، وان شاء الله تكون نتيجة. تذكروا معي كامل رايحين نجريوا للجامع. هذه هي الفطرة تاع الإنسان. وين تروح كما كان يقول جدي الله يرحمه؟ وين نروح وين نصد؟ اذا تروح عند ربي سبحانه، تروح تجري عند ربي سبحانه. اما اليوم تغيرت الامور، تضرب زنزله عظيمه. حبستوا. هذا مشروع هارب السري، هذا ما تكون الا التكنولوجيا. شوفوا لوين لحقوا بالعلم تاعهم ويفتعلون خلاص ولينا نخافوا منهم اكثر من اللي نخافوا من ربي سبحانه. راك فايق لعمرك ولا لا؟ اصبحنا نخاف من الغرب وبدون وعينا أكثر من خوفنا من الله عز وجل. شوفوا وين لحقونا. ثم يخرج عليا متتيقف غبي يعتقد أنه من النخبة ويردد على مسامعي هذا الكلام ويدعي أنني أنا المتخلف، وفي حقيقة الأمر هو الغبي وهو المتخلف. يردد على كلامي هذا الشيء، هذيك التكنولوجيا وهذاك العلم. أعطيني دليل. لا يوجد دليل. اضرب روحك في روحك، ما تجبدش دليل غير ما تعيش روحك.
ولكن مجرد كلام. علاش؟ كلام موجه للاستهلاك العام. لماذا؟ لنشر الوسادات، لكي نواصل في نومنا العميق ولا نعمل. هذا هو الهدف الحقيقي من وراء كلامهم. إخواني أخواتي، هذا هو الهدف الحقيقي من وراء نشر مثل تلك المعلومات، لكي لا نعمل، باش نبقاو فاشلين. تبقى وتبكي على مصيرك المظلم وتقول يا كيف سأعمل، ربما راح يوجهوا لنا زلزال، ربما أتريحك خايف لا تعمل. ولكن لذاق فعلا حلاوة التوبة النصوح، لذاق فعلا حلاوة الإيمان الحقيقي، ما تقدرش تتصور كيفاش راك راح تولي تعمل لما تتوب فعلا إلى الله عز وجل، وتكون عندك هذيك الثقة. ربي سبحانه يعطيك، لا أجد حتى الكلمات باش نقدر نعبر بها. ربي سبحانه يعطيك حاجة تولي تتقن العمل تاعك، تولي تتفنن، تولي تبهر، تولي تخترع، تولي تدير أمور ما ضربتلكش كامل على بالك. علاش؟ بهذيك الثقة اللي تكون عندك بينك وبين الله عز وجل، وهذيك التوبة الصحيحة. ما راهمش حايبين نلحقوا لهذا الشيء، هم حايبين نبقاو هكذا هاملين، ما شاهد لا في الدنيا، ما شاهد لا في الاخره، ما شاهد في والو، هكذاك انسان هامل. مش هم يحوسوا هما. لانه لو فعلا كما يقول لك الانسان، وانا نتكلم عن نفسي باش ما يجوش البعض يقولوا لي وانت من فضلكم اخواني، الذنوب اللي راني نرتكبها ربي يعلم بها، وندعي ربي 7 اشياء باش ربي يغفر لي وباش يعيني على ذكره وشكر عبادته. انا لا ادعي اي شيء، ولكن لذاق فعلا حلاوه الايمان والتوبه النصوحه، اؤكد لكم باللي راح تحس باحساس صح ما عندوش مثيل في هذه الدنيا، وراح تكون صح اغنى الناس. وهذا الشيء كما قلت لي ماهمش حايبين نلحقوا له، على بها راهم ينشروا في مثل هذه الخزعبلات، ويتم نشر مثل هذه المعلومات والتأكيد عليها بما يسمى بالعلم الزائف. العلم الزائف من طرف الأساتذة تاع الخرطي والأكاديميين تاع الخرطي. راجع نفسك أيها المسلم، راجع نفسك، عاود دير حساباتك، شوف باللي راهم يتمسخروا بك، فيق باللي هاد الطريق اللي نتبعوا فيها راهم رايحين يدونا الا للهلك. راك حتزيد ترقد، تزيد غير ترقد، نقعدوا غير نرقدوا وخلاص. هما اصبحوا يمتلكون هذه التكنولوجيا، هما يعيطوا له زعما لارم التيم، السلاح الاخير، زعما ما كاش سلاح اقوى منه. مجرد خزعبلات، هذا ما كان. هم يدعون هذا الشيء ونحن ماذا نصدقه، حتى اصبح الكثيرون يشككون في الله عز وجل. تكلمنا سابقا على علم الجهل، وتكلمنا على المبدأ الأول في علم الجهل. قلت لكم سابقا أنه علم الجهل يطبق كلش. هاو مثال آخر، يعني الشك هو المبدأ الأول تاع علم الجهل. أصبح ماذا؟ الناس ولا تشك، هذيك منطقة غير زلزالية، كيفاش ضربت فيها زلزال؟ يعني نصدق الإنسان، وليت نصدق الإنسان ونكذب بالله عز وجل. منطقة ماشي زلزالية ضربت فيها الزلزال، إذا أمر غير طبيعي. وقدرة ربي سبحانه وراهي قدرة ربي سبحانه. لا العلم. إذا الحذر، كل الحذر. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.